بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك؟ عامل ايه؟ يا رب تكون كويس، يا رب تكون مبسوط ودايما كده بخير وسعادة دايما يا رب. اول احب اشكر على اللايكات وعلى الاشتراكات اللي جت في الفيديو في اخر حلقة انا نزلتها، لكن قلت قبل ما انزل الحلقة الرابعة انا بقالي بتاع يمكن سنة او سنتين مفيش مثلا فيديو طلعت اتكلم فيه، يعني اللي هو ايه، انا كشخص، انا كنور مفيش مرة طلعت اتكلم معاك فيها، مفيش غير فيديوين بالظبط. هو الفيديو بتاع شكرا 100 مشترك، وفيديو تاني قديم خالص ده كان من سنتين كده تقريبا، ولا من سنتين، اكتر من عدى عليه اكتر من سنتين والله كمان، بتاع قبل الحلقه الرابعه كانت لسه في البدايه خالص، يعني بتاعت التيمت تيم فيفا 21. انا مش عارف، يعني اتمنى نشوف، يعني اتمنى ممكن السلسله دي سلسله جديده نعملها ولا حاجه، عباره عن مواقف حصلت في حياتي او في حياتي عموما كده بشكل عام. خلينا نخليها في المواقف، هي المواقف هي اللي بتجيب اصلا. وانا انا بقالي كتير جدا على فكره، انا عمال افكر يعني احكي اصلا ولا اتكلم ولا اطلع اصلا اعمل مقطع عن اللي انا عملته ده او الموقف اللي حصل معايا ده ولا لا. هو حرفيا اكتر لحظه مرعبه عشتها في حياتي. اللحظة المرعبة دي عشتها وانا كان عندي تانية ثانوي، كان عندي 17 سنة. انا عندي حاليا داخل في ال 22 اهوت، يعني الكلام عدى عليه لو حسبناها كده من دلوقتي حاليا بعد عليه فوق ال4 سنين. كنت قبل لازم بس افهمكم الاول عشان لما اجي احكي انتوا تفهموا الدنيا ماشيه ازاي. الاول انا كنت في السعوديه، انا قعدت 8 سنين في السعوديه. انا اصلا مولود في بورسعيد هنا، اللي انا المكان اللي انتوا شايفيني فيه ده حاليا. انا قعدت 10 سنين وبعد كده سافرت السعوديه في 2012، يعني كان عندي بتاع 10 سنين. كان عندي 10 سنين، فسافرت قعدت 8 سنين هناك، وانا حاليا بقالي 3 سنين هنا في بورسعيد. يعني قعدت 8 سنين وكنت بنزل مصر على قد الاجازات، وبعد كده كنت برجع تاني اكمل الموسم الدراسي هناك عشان كنت بدرس هناك وكده، وبعد كده لحد ما خلصت الثانويه وبعد كده رجعت مصر هنا، وفي الاخر دخلت كليه تجاره. الحمد لله نصيب. طيب، نظام الدراسه في السعوديه كان عباره عن عندك ده كان ده في الثانويه عشان تكون فاهم، بس لان الثانويه نظامها مختلف شويه عن الاعداديه شويه، هو في اختلاف بسيط كده او مش اختلاف. كان نظام الدراسه في الثانويه في السعوديه، نظام الدراسه هناك كان عباره عن في اللي هي المواد الدراسيه بتاعت المدرسه وكده وبتاع عادي، وماده تانية اسمها قدرات. الطالب المغترب، يعني الطالب المصري لو هو عايش في السعوديه، فهو لازم عشان يخش بقى ايه كليات بقى القمه والهندسه والطب وانت معدي بقى، هو مفيش حاجه اعلى من طب اصلا، بس دي كليات قمه معروفه. فكان لازم اصلا في المدرسه دي اللي هو تقفل وتجيب 100% حرفيا، يعني اللي هو ما تنقص درجه واحده بس حتى. في القدرات يعني ايه 199 98 ده الحد الادنى انك تخش مثلا هندسه في مصر، ده بالتنسيق القديم، لان التنسيق بتاع حاليا على فكره بقى اختلف تماما عن التنسيق على دفعتي. فالمهم انا كنت داخل مدرسه خاصه. المدرسه الخاصه ديت انا كنت في السعوديه، كنت قاعد في الدوادمي. طبعا السعوديه عارفين طبعا اسماء المحافظات ديت، اللي عايش في الدوادمه كده ولا يبقى عارف. فانا كنت في مدرسه خاصه اسمها اجيال. المدرسه الخاصه ديت انا كطالب مصري، انا لما ادخل مدرسه خاصه بدفع لها في السنه مبلغ حلو محترم، يعني ده كان مبلغ معدي الالوفات عشان انا اضمن ال100% بتاعتي. بس في المقابل ان انا كطالب ابقى ملتزم شويه وما يحصلش مني ان اتخطى حدودي او يحصل اي مشاكل في العموم. بس طبعا الكلام ده ما كانش بيحصل. المدرسه ديت حرفيا هي اسوأ اداره، معلش والله انا اسف ان انا بقول حاجه زي كده، بس فعلا انا قعدت سنتين في اجيال، سنه ثالثه انا غيرتها، انا قعدت اولى ثانوي وثانيه ثانوي. هي فعلا اسوأ اداره انا شفتها في حياتي، لان الوكيل بتاعها كان مصري وكان فيه مدرسين مصريين، والوكيل بقى يعني والله كان كل فتره كان لازم بتاعكم مثلا ايه يعمل كل موضوع كل اسبوعين ولا حاجه، يطلع كده انا هشرح لكم، يطلع كده يقف، استنى ما ارجع شويه كمان، يطلع يقف كده كرشه قدام كده، والله بص بيبقى كرشه مترين كده وماسك لك المايك، اقسم بالله العظيم اللي هيفكر يتخطى حدوده مع اي بني ادم، اقسم بالله اخصم له كل اخصم له اشمعنى والله العظيم. والله اقسم بالله كان صوته بالمنظر ده.
مش عارف. انا اندمجت قوي كده. لا الفكره بقى يعني كان هو اصلا بيطلع يتكلم وبيزعق، واحنا اصلا نبقى ايه كطلاب لسه صاحيين من النوم واقفين في الطابور مش طايقين نفسنا، يعني احنا عايزين نخلص من الطابور بتاعكم ده. لا بجد، لا بجد ان كان اسوأ اداره بطريقه ما توصفش. يعني كان بحس ان انا، يعني انا مش عايز اقول الوصف ده، بحس ان في عنصريه ما بين المصريين وبين السعوديين. يعني بص افهمك ازاي، مش العنصريه اللي انت متخيلها، لا العنصريه في التعامل. يعني بالمعنى صح، الوكيل كان بيجي على المصريين بالذات عشان بيذلهم، ان هو اللي بيقفل بقى وهو اللي بيعمل ومش عارف ايه، هو اللي بيمشي الدنيا، وانا ومش عارف. وكان مع السعودي بالذات، مع احترامي للسعوديين على فكره، انا اعرف سعوديين محترمين كتير جدا، وكان مع السعودي يعني اقول لك انا ايه، كان ممكن السعودي اصلا هو اللي يدلدل على المصري. ليه؟ لان كان اصلا اغلب المدرسه سعوديين، والمدير نفسه سعودي، فطبعا المدير معاملة مدير، والمرشد هيبقى معاملته مع السعودي عادي، والدنيا ماشيه وبتاع ماشيه بالحب، ومع المصري انت هتيجي عليه. فعلا ده اللي حصل، وده اللي انا طالع اتكلم فيه. فالمهم خلينا بس نخش في نقطه الدراسه. ماده القدرات كانت مقسمه لجزئين، فيها كمي وفيها لفظي. فطبعا الماده القدرات دي فيها كمي كبير جدا، وانا كطالب انا لما اروح المدرسه، لما اصحى من النوم اروح المدرسه، اعدي مثلا يعني كم 7 ساعات يا سيدي على مصر، واروح واخلص وارجع واتغدى 8 ساعات، 8 ساعات تانيين راحوا في النوم قد كده 16، وساعتين مثلا ريحت شويه بعد المدرسه عشان يبقى عندي دروس. بعد كده عدى وقت طويل جدا. طيب على ما اخلص الدروس وارجع فالساعه 9 10 بالليل، يبقى لي ايه ساعتين 3 عشان الحق اذاكر فيه، عشان الحق اذاكر فيهم ايه ولا ايه. طبعا الماده دي كان فيها كم كبير جدا بشكل ما يتوصفش. فكان اخدين ملزمه، كان في سنه تانية بالذات كنت اخد، كان المدرس مدينا ملزمه. الملزمه دي كان فيها لفظ تقريبا، انا مش فاكر بالظبط الملزمه، بس هي المدرسه كانت خاصه بالماده دي. فانا قلت في المدرسه، بالرغم ان انا يعني المفترض بيني وبين المدرس، على فكره المدرسين كانوا اغلبهم مصريين، كان في مدرسين محترمين على فكره، كان في مدرس منه، كان في مثلا بتاع 2 منهم يعني انا ما كنتش حابب اتعامل معاهم. فالمهم فانا قلت انا مثلا في المدرسه فاخد الملزمه دي واحاول ايه ابقى مثلا مش اللي هو قاعد بذاكر بحفظ، اللي هو انا قاعد احل اللي هو استغل الوقت باي شكل من الاشكال. انا مثلا في الحصه والمدرس قاعد بيشرح، انا المفروض انا احط نفسي مكان المدرس واجب عليه ان هو يشرح، والطالب اللي عايز يركز خير، واللي مش عايز يركز مع الحصه، مش عايز يكتب، مش عايز يشارك بتاع ولا اي حاجه، خلاص هو حر. بس اهم شيء ان الطالب ما يعملش اي مشاغبات، يعني ما يقعدش مثلا ايه يرازم على اللي حواليه، ممكن مثلا التاني يكون مركز فمثلا وده مش عايز، هو مش عايز الحصه يركز فيها، فما يروحش بقى ياثر على اللي حواليه. مثلا يعني او كده مثلا ايه بيضر نفسه، هو فوت الدرس اللي اتشرح عليه. الطالب هو حر، المدرس واجب ان هو يشرح ويعمل اللي عليه، واحنا كطلاب نحترم. شوف انا ماشي معاك اهو، حلو اهو. جه حصه من الحصص، كان يوم دراسه عادي، خدت الملزمه معايا وقلت ايه الدنيا ماشي. فحصه كانت حصه كيمياء، حصه كيمياء. كنا انا وواحد صاحبي برضه، كنا انا وهو مع بعض في نفس الدرس، يعني كنا انا بناخد في نفس درس واحد، وكنا انا وهو كنا نحب نذاكر مع بعض شويه، عشان كان ساعات بيبقى مثلا ايه المدرس اللي احنا بناخد عنده الدرس بتاع القدرات ده، كان ساعات بيعمل لنا امتحان، لو هم محتاجين نذاكر على الامتحان ده، وانت بتتكلم في ماده اصلا مليانه جدا، ومش اي حد اصلا بيقفل فيها بسهوله، في ناس بتعاني عشان تقفل فيها. وانا اصلا واحد جبت في الماده دي 90. حصه من الحصص كانت حصه الكيمياء، انت زي ما انتم عارفين انا من المدرس ده مش بحب اتعامل معاه شخصيا، ولا التاني نفس الكلام. فالمدرس دخل عادي، فانا قاعد مثلا، انت عارف شكل الترابيزه، انا حاطط لكم في الصوره الترابيزه لونها خضراء كده عادي، الترابيزه ولها درج كده صغير، انت ممكن تحط فيه ايه الدفاتر او الكتب بتاعه المدرسه بتاعتك. حتى انا كنت بشيل الكتب اصلا على ايدي، انا حتى ما كنتش باخد معايا شنطه، والله انا كنت بروح المدرسه، انا كنت بروح بالشبشب وبشيل الكتب على ايدي بس، اللي هو صباح الفل انا مش مهتم، والله كنت باخد معايا 3 4 كتب مثلا والباقي هم رميه ولا مهتم بيه، صباح الضحك. فالمهم ايه، فانا كان معايا الملزمه دي، ففي حصه انا بطلع، انا بقى انا بص، انت مش في دماغي، انت كمدرس انت مش في دماغي ومش عايز اركز معاك، بس انا واجب عليا كطالب ان انا ما اثرش على الطلاب اللي حواليا اللي مركزين مع سعادتك، صح ولا انا غلطان؟ انا بتكلم انا دلوقتي اهو، المفروض ان الكلام ده صح، يعني اصل انا مش مجبر ان افضل اركز، انا ماشي يا عم انت بقى، انا باثر على نفسي، بقول الدرس على نفسي، خلاص نقصت درجه درجتين في الامتحان، انا حر، هي دي مسؤوليتي انا اللي اتحملها، مش انت كمدرس تتحملها، انت كمدرس عملت اللي عليك وبس خلاص. ففي نص الحصه طلعت الملزمه عادي، بس انا حاطط الملزمه على رجلي الاثنين ومش بكتب، مش مركز معاه خالص. المدرس ايه قاعد بحل، المدرس مره قفشني، فقلت مش عايز اعمل مشاكل وما رضيتش يحصل اي مشكله ولا بتاع، فيعني قلت انا يعني تجنبا للمشاكل والله مش اكتر، تعالى بقى عند صاحبي. قفشه مره مفيش، هو الراجل قال خلاص ماشي بتاع والدنيا مشي. تاني مره قفشه، تاني مره عمل ايه بقى، ركز بقى معايا اهو، عاقب الطالب، كان عايز ياخد الملزمه من الطالب رفض الملزمه تتاخد منه.
بيبقى انت كمدرس بيبقى قدامك حلين. انت دلوقتي رحت كلمت طالب قلت له هات الملزمه اللي ايه اللي شغلاك، ما انت عايز كل الناس تركز معاك، رغم ان هو اصلا قاعد يعني الراجل ما هوش اصلا ايه مأثر على اللي حواليه، ولا هو مخليك مثلا تخرج من تركيزك في شرح الايه شرح الدرس، تمام؟ رغم ان كل ده وماشيين الدنيا اهو، سايب المدرس يعمل هو. يا عم في مدرسين يا سيدي بص طالع ميتينه وصاحي من النوم مش طايق نفسه وعايز يشرح، عايز الناس كلها تركز معاه، واحنا برضه رغم ان برضه زي المدرس طالع عينه احنا كمان طالع عينينا يعني، ما احنا بنفضل كذا حصه بنسمع برضه يعني. احنا اصلا ما فيش مدرس بيشرح 6 حصص ولا 7 حصص في اليوم، استحاله يعني يا جدعان. احنا اللي كطالب احنا بنفضل مخزنين في مخنا كم المعلومات اللي بتتشرح في ليله واحده يعني، دي برضه بحد ذاتها معاناه. لا ده ما فيش. فالمهم انت دلوقتي رحت زعقت للطالب عايز تاخد منه الملزمه وايه وهو ما رضاش، بيبقى قدامك الحل التاني هو انك ايه هتطرده بره الفصل وبره الحصه. في دي انا متفق مع المدرب، رغم ان انا برضو يعني في النقطه دي، رغم ان انا مش متفق معاه في اللي قبليه خالص على فكره. انا مش متفق مع المدرس في كل حاجه اصلا في اللي هو بيعمله ده، لان يعني الراجل هو اصلا هو ما عادش راسي فيك ولا عادي راسي في اللي حواليه حتى يعني. يا جدعان دي في كده رجاله هقولها ضربه شويه نفسيه ما تفهمش يعني بجد الموضوع يعصب الواحد. فعمل ايه؟ طرده بره الفصل. كان بقى عايز يعمل ايه بعد ما طرده بره الفصل والراجل راح خلاص هيودي المرشد راح يوديه عند الوكيل، ياخد الملزمه بتاعته ويرميها من وراه زي ما سمعت كده من وراه. انا بقى كنور يعني ده صاحبي برضه وانا ما قدرش اسكت، وانا شايف بص ما حدش يجي يقول لي انت اتصرفت غلط، ما تجيش تقول لي انت مالك واصل ده صاحبك انت ايه اللي دخلك، انت ايه اللي دخلك ومش ايه اللي دخلك. لا ده انا شايف من وجهة نظري ان انا عملت الصح برضه. فالمهم كان عايز يرمي الملزمه في الشباك يعني، حتى مش ياخدها عنده على الترابيزه اللي هو بيقعد عليها اللي بيحط بيسند بيها شنطته يسند بيها الملزمه بتاعته او الدفاتر بتاعته الكتب بتاعته عموما يعني مش هتفرق. لا ده كان عايز يرميها بره الشباك يعني، عايز يرميها مثلا كان في سقف كده اصلا مرمي فيه كم الحاجات الوسخه اللي مرميه فيها، ويرمي ايه الملزمه فيها كده. في النقطه دي بقى هو ملوش حق نهائي. انت طردته بره عاقبته طردته بره خلاص، هو ملوش حق خالص بقى في النقطه دي. معلش مش عارف مش عارف انا بتكلم بعصبيه ليه. المهم انا قمت باشا اديت معاه ما انا ما ينفعش لما انت خلاص الطالب يبقى بره خلاص انت عاقبته طردته يجي يتفاجئ ان الملزمه يجي يشوف الملزمه بتاعتي هي مش موجوده مرميه. ما انا بقى في النقطه دي ما انا عن نفسي ما تقبلهاش. يمكن مثلا لو انا مكانه ما اعرفش كان ممكن يعمل كده ولا لا، بس حتى لو ما عملش كده انا برضه هعذره يعني، اصل انت مش مطالب انك تعمل حاجه زي دي. فالمهم قمت شديت مع مدرس فاهم يعني، شديت مع انا اتشكلت مع مدرس اصلا، وانا في النقطه دي انا مش شايف نفسي ان انا غلطان. شديت مع المدرس كان الملزمه في ايده وانا بحاول اشدها منه، بس لما الملزمه دي غاليه فانا بحاول اشد الملزمه منه كده، احنا ماشيين رايح جاي كده، فالملزمه دي كانت هتتقطع. فانا فكرت في لحظتها قلت ايه هي لو اترمت في السقف على الاقل هي ممكن تتجاب عادي في اي يوم من الايام ونطلع باقل الخسائر، بس المهم نثبت على الموقف بتاعنا حتى لو احناش قادرين على الفساد والاداره هي اسوأ اداره زي ما انا قلت كده، بس على الاقل نبقى طلعنا باقل الخسائر وبرضه عرفنا ان احنا نثبت موقفنا قدامهم، ان هم مثلا ما يقدروش يتعاملوا معانا بسهوله، ما يقدروش يعلموا علينا بسهوله بمعنى اصح. فالمهم انا طبعا المرشد كان واقف على الباب وانا بشد مع المدرس، اول ما رماها سبت الفصل بالحصه بكل حاجه، قمت انا نازل اللي هو واقع عند الوكيل جري. طب شفت انا عملت حرفيا انا ما كنتش متخيل ان انا ممكن اعمل حاجه زي دي. قلت له قدام الوكيل هو مدرس رمى الملزمه بتاعتك، راح اخذ الملزمه بتاعتك ورماها. هو كان هيطلع يشد مع المدرس، ما هو فعلا برضه المدرس غلطان. انا شايف المدرس غلطان، دي وجهه نظري، المدرس غلطان. ما تجيش تيجي تقول لي ان المدرس ده هو على حق في كلمه، لا هو ملوش حق في اي كلمه، هو غلطان في كل حاجه اصلا. يعني احنا محترمينك يا اخي، محترمين وجودك في الفصل ومقدرين وجودك، لكن احنا مش عايزين نركز ميتين ام الحصه. انت بقى تيجي انت بقى عايز تعمل اي نمره وخلاص علينا يعني. هو احنا يعني بس عشان احنا كطلاب لما بتقفل لنا عشان بتقفلوا درجات، والله لا بجد احنا عشان مثلا احنا كطلاب لما بنخش مدرسه خاصه في السعوديه بالذات بنبقى ضامنين ال100، بس ما ينفعش نسيب اي سؤال فاضي في الامتحان يعني. امتى بس يعني ان شاء الله والله انا في الامتحان كنت بنسخ السؤال بنسخه في الاجابه، ده بجد والله بنسخ السؤال في الاجابه. انت مستوعب الصح والغلط، صح غلط صح غلط صح غلط صح غلط، التوصيل مثلا من الواحد ل7 7 6 5 4 2 1 ولا حتى بقرا السؤال.
السؤال ما كنتش بقراه، صباح الضحك. ما كنتش بقرا السؤال اصلا. انت متخيل عبث وصل بيا لحد فين؟ فالمهم، فالوكيل بقى طبعا الوكيل ما زي ما انا لسه زي ما انا لسه ممثل المشهد بتاعك ده من شويه، المشهد بتاعه ده من شويه. بيزا وانت مالك، وصوته كان مسمع المدرسه كلها. المدرسين اتلموا، اغلب المدرسين اللي كانوا قاعدين بره، مثل الحصه بتاعتهم في اي سنه من السنين. مثلا كان احنا كان سنه مثلا ثانيه ثانوي ولا اولى ثانوي، كان مثلا فصل مثلا اول تاني اول تالت، في تالتة اول تالتة يا بص يا لخبطه كده يعني ما تفهمهاش والله. كان يعملوا مثلا يقسموها على ثلاث فصول، لا فصل تاني فيش غير 7 8 طلاب مثلا طول الحصه. تخيل ما 7 8 طلاب في فصل واحد بذمتك، وواحد يجي يشرح هيبقى كله عياص. تخيل مثلا الصوم مش هيبقى عايز يركز اساسا. هتلاقي بقى يعني هتشرح الاثنين ثلاثه. يا جدعان ما بالعقل يا اخوانا بقى، يعني انت شايف الاداره وصلت لحد فين؟ فالمهم بعد ما زعق وكده خلينا زعل محترم رغم ان انا والله حتى والله توقف برضه. قلت له ملوش حق اني اعمل كده برضه، يعني ملوش حق لحد ما وقعنا على تعهد. طبعا انا كنت موقع على تعهدات كتير اصلا، صباح الضحك. وقعنا على تعهد، ودي اللحظة النارية عند النقطة دي. وقعنا على تعهد. هي خلصت على كده؟ طبعا هي في بالك انها خلصت على كده. اي حد بيوقع تعهد بس خلاص هي خلصت على كده، وابوه يجوا بس كمل لك المفاجأة بقى الحلوة دي. خلى المرشد راح يطلع كده الدفتر كده بتاع بتاع الفصل بتاعنا، كل واحد اسمه رقم ولي امر. فاتصل على ولي امر بمعنى اصح، اتصل على ابويا مرة، مفيش. تاني مرة مفيش. تالت مرة مفيش. وابا الله 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 يا بلادنا، الله يا بلادنا، الله. بقيت بص انا واقف عقلي، يعني تخيل اب يجي مثلا يروح المدرسه في يوم يشوف ابنه اتشكل مع مدرس. تخيلها انت دي بقى. ومش كل الاباء متفاهمين على فكره، عشان نكون بس الصيغه تكون واضحه. انت مثلا كأب ما انت مش متفاهم مع ابنك قوي، رحت المدرسه في يوم زي اي يوم عادي، وشفت ابنك متشكل مع مدرس، وانت طبعا عارف ان الاداره دي اداره فاسده بيذلونا، وانا مش بحب ان انا اتذل. مفيش حد في الدنيا بيحب ان هو يتذل. تمام جميل. ردة فعلك هتبقى عامله ازاي؟ تسمع بقى ده بيقول وده بيقول وكل واحد بقى هيحاول يلبخ في الكلام عشان يسخن الاب على ابنه. لا بجد كان بيحصل، لا بيحصل حاجات على فكره هي ممكن تكون ما حصلتش، ما بهزرش والله، اقسم بالله ما بهزر. فعلا كان في مدرسين بيلبخوا بالكلام ما حصلتش. فالمهم اتصل بابو صاحبي برضه مره، مفيش. تانية مفيش. تالتة مفيش. تعالالي بص احنا اصحاب حق، احنا اصحاب. ما تبص ما تحاولش تلف وتدور، احنا اصحاب حق، احنا كطلاب احنا اصحاب حق. جيش تقول لي اصل المدرس كان في الفصل واصل مش عارف ايه وبتاع. لا والله انا بص زي ما انا قايل لك في اول الفيديو، الطالب ما يرخمش على اللي حواليه. لو في حد عايز يركز في الحصه ويقدر وجود المدرس في الفصل، غير كده انت ما قدرتش وجوده يا ابن الحلال، ساعتها بقى المدرس بيه وهو له الكلام. لكن انا شايف النقطه دي بالذات ان المدرس له اي كلام نهائي. دي وجهه نظري، ودي وجهه نظر على فكره. انا شايف ده صح. فالمهم قبل بقى ما نحاول نتصل، قبل ما اتصل باباتنا حاولنا نتصالح مع المدرس، مفيش. لسه ما خلصتش على كده. فالمهم فضلنا اخر حصه ما حضرناهاش. كانت المشكله حصه 5 ولا حصه 6؟ كانت حصه 5. الحصه 6 ما حضرناش، هي كانت يوم 4. احنا كنا بناخد دايما الاربع والخميس 6 حصص، وبقيت الايام بنخلص طبعا ال7 حصص باستثناء اخر حصتين. كانت اخر حصتين كانوا هم نص ساعه، كنا بنخلص عشان نصلي الظهر ونروح. زي انت عارف اي مدرسه عاديه يعني بتعمل كده. لكن احنا كنا في يوم 4 كانت 6 حصص بس. فاحنا اخر حصه ما حضرناهاش لحد ما ما ان اصلا ابهاتنا ما رضتش. الطالب جه، فصاحبي جه قال لي نور انا عارف مكان التعهد، اني الدرج اللي الوكيل عن التعهد فيه. قال كده بالظبط، قالها كده بمعنى اصح. هموت واعرف هو جابها ازاي. انا في عقلي انا هتصرف مع ابويا ازاي. ده اللي كان في عقلي، ده كان في دماغي. خلاص ده امر واقع واتحطيت فيه.
فالمهم ايه بعد كده خلص، رغم سبحان الله يا اخي الطالب ده قبلها بفتره قريبه كنت عامل معاه مشكله وبضطر كل واحد يجيب ابوه. سبحان الله. يعني بص، يعني زي ما عملت معاه مشكله من فتره قريبه في الايام ديت، زي ما انا وقفت جنبه في موقف زي ده. سبحان الله يا جدعان والله العظيم. بعد كده لحد احنا كنا دايما اي واحد ولي امره اللي معاه عربيه بيروح، لو ولي امره بيجي ياخد ابنه، وما عادش بقى ايه انا الطالب ده وفي كان في كام واحد كمان. لحسن الحظ، قبل اقول لك من حسن الحظ، احنا بقى عملنا ايه؟ سرقنا التعهد اللي احنا وقعنا عليه. ايوه زي ما سمعت، سرقنا التعهد. مش ما عرفناش ناخد حقنا بالعدل، هناخده بالباطل. يا كده حقنا هناخده، مش هنفرط فيه. فالمهم الوكيل لحسن الحظ طلع بره المكتب، وقبل اي من النقطه دي برضه الصاله ما كانش فيها كاميرات. يعني بقول لك على حاجه، بص بوابه المدرسه عادي، انت بتخش في صاله طويله كده، يعني في صاله شمال وصاله كبيره كده، هي صاله طويله حرفيا. الصاله دي بتخش جوه بيبقى في سلم كبير كده. يعني بص انا اعتبر ان انا كنور بوابه المدرسه عندنا، تمام؟ انا ماشي عادي تمام. دي طرقه، اعتبر المايك ده طرقه والحامل ده مثلا، دي مثلا طرقه. عندك طرقه يمين كده وطرقه طويله شمال كده، فاهم؟ وفي ماشي على طول كده، ومثلا وصلت لحد الكاميرا مثلا، يعني عندي الكاميرا اهوت مثلا ماشي على طول كده اهو، وايه عند في مثلا حته ضيقه كده ماشيه كده، وايه بيبقى فيه كاميرا كده صغيره. فالكاميرا دي هي مش جايبه ده في الصاله. ليه بقى؟ لان مكتب الوكيل كان على يمين كده بالظبط، على يمين. يعني انت هتشوف كده على شمال، لا بس هي على يمين، هي على يمين بالظبط. فالكاميرات مش جايبه. حلو. فالمهم الوكيل طلع، ولحسن الحظ ان هو يسك باب المكتب بتاعه. فصاحبي جه قال لي نور راقب لي بس الوضع هنا، يعني انا هو اخد خطوه ريسك بطريقه ما تتوصفش. يعني انا كنت مستسلم حرفيا خلاص. انا كنت خلاص مش عندنا ابويا، ما ردش التعهد ده يولع زي ما هو يولع بجاز زي ما هو عايز. فدخل وانا فضلت اراقب الوضع بره. طب اخد التعهد، فايه اخد التعهد كده. بالسلامة والقلب جعيلك. اتقل، خد بس تعالى، خد اتقل بس كده، اتقل انت رايح فين؟ ايه لسه ما خلصتش؟ اتقل، انت مستعجل عليا يا راجل. خد بس تعالى، خد اتقل بس، اهدى. انا عارفك على اخرك وطولت معايا وصلت لحد الاخر، انا عارف والله طولت جدا كمان. طبعا كل واحد ابوه بيخدوا ما بقاش غير انا وواحد صاحبي وواحد كمان انا ما اعرفوش، بس ما بقاش غير انا وصاحبي ده كان بيروح معايا. ولسه على فكره كنت انا هو اصلا من بورسعيد كمان، وكنت متعرف عليه في السعوديه، ولحد دلوقتي لسه متواصل معاه وبلعب معاه في كل سهره في البلاي ستيشن اساسا. هو ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع. فالمهم كان ابويا دايما كان بيجي ياخدني انا وهو في يوم ايه، في اي عادي، كان في ايام كده في وسط الاسبوع كان بيجي ياخدني انا وهو بالذات. فالمهم ايه، الراجل الوكيل كان واقف مع 2 مدرسين، وابويا جه ضرب رن الجرس بالعربيه، وظهر الوكيل لباب المدرسه. يعني بص افهم ابويا بالعربيه بتاعته، ما اعرفش اي حاجه، دي كارثه، ربنا يستر. جه واقف قدام باب المدرسه، وكيل بص بيتكلم مع 2 مدرسين وظهره لباب المدرسه. انت مستوعب اللي بيحصل؟ مستوعب الرعب اللي انا فيه؟ انت متخيل؟ يعني بص، لو عمل كده بس كده، مش بس كده، انا راسي يمين كتير اي حاجه حيله ايه. انت متخيل الموضوع؟ خايف بقى ايه يروح اتصلت بيك وبتاع وابنك وعمل. انا ماشي صاحبي ماشي جنبي وما يعرفش حاجه، ماشي شفت فلان النهارده لاعب مش عارف ايه وبتاع. يا اخويا حبيبي اقسم بالله انا ماشي رجلي بتترعش خلاص. نار. بعد كده اقوم ركبت العربيه. يعني انا ايه، اول ما شفت ابويا كده نزل فرامل اليد، عمل في 9 دي، وانا ابو عيني على ده والوكيل اللي خلاص يا باي على الرعب ايه ده؟ 9 دي يا الله يا الله على الرعب يا جدعان. والله ما وصلت البيت سجدت سجدة شكر ربنا. من اكتر يوم مرعب عشته، يوم دراسي مرعب انا عشته في حياتي بجد. انا زي ما قلت مش شايف نفسي ان انا غلطان في
الموقف ده وبس. ولو انت وصلت لحد هنا، انا عارف ان انا طولت كتير جدا، بس صراحه انا قلت ايه، نعمل مقطع قصص كده حلوه، مقطع مواقف كده بتاع، بان انا مفيش ولا مره طلعت اتكلم عن نفسي انا كبني ادم. يعني انت كل شويه عمال العب بس، فقلت يلا مقطع خفيف كده، ومقطع قصه حلوه يعني ممكن تحب تسمعها مش لا. ولو انت وصلت لحد هنا وبكده وصلنا لنهايه المقطع، يا رب عايزين نكون استمتعت بالمشاهده. ما تنساش اللايك والاشتراك، ولو انت وصلت لحد هنا فبحب اقول لك شكرا جدا يا عزيزي المشاهد. وان شاء الله باذن الله الحلقه الرابعه في الكارير هتكون الحلقه الاخيره في السلسله دي. حلقه هتبقى مرعبه، هتبقى من نار، انتظروني فيها باذن الله، ونلتقي في الفيديوهات القادمه باذن الله.